السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وآجل الشفاء لكل جرحى. نسأل الله أن ينصر قواتنا الشعب المسلحة ويشفي كل مرضى، وأودا حميدا لكل مفقودين سالمين إلى أهليهم. اللهم احفظ السودان والسودانيين وانصر قواتنا الشعب المسلحة. جينا لكم بفيديو جديد مراكز إسرافي، فيديو جد مهم نصرف عليه كتما في الجميع. كده أرحكم هذا الفيديو أول حتى بعدك نجي نعقب معكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تدعمنا في الاشتراك بالقناة. زمان كان في ناس مدعي لا اله الا الله بيديق ماشي في الشارع، هو بيعمل في حاجه عكس الدين وعكس القيم. ده نموذج سيء، عشان كده كره الناس في الدين. انا ما بحاسب زول في جزيره ولا في نياله ولا في ضعين ولا في غيره، ما لما الكاك الاخضر ده يصلك كده كده عديل، كاك اخضر يسلم عليك سلام عليكم في يدك ويقول لك احنا كاك اخضر جيش وصلنا ودارنا امنكم، وما زلت انت موالي للدعم السريع والحريه والتغيير، احنا تاني احتلينا دمك بنوديك له الله. اي زول متعاون مع الدعم السريع احنا هنودي له الله يا اخوان. بالبساطه دي الحريه والتغيير، اكتبوا الكلمه دي وسجلوها، وانا دايركم تتجرسوا لانه الرد قاعد. زمان كانوا بيقولوا شنو؟ العنكبوت بتاعتهم الشبشه ديك اللي بتلبس احمر باسود دي، الجنريتر المجنون، كلهم مختلين طبعا. كان بتقول لنا يا دعامه احنا ما بنرضى عنكم لو ما قتلتوا الكيزان وربطتهم في البحر وجدعتون وديتون طلقه. قلت لها انت من الجزيره اهلك جايين من الكلام ده، الدعامه حيسووه في اهلك. شافته سكت الساعه حسي طلعت لقت فرقه صرف. انا ما قلت لها، انت قلت شنو؟ انا بجيبك بعدين مدني دي نشوفك قدام اهلك بيعرفوك ولا بينكروك، بجيبك بالمناسبه. احنا يا اخواننا ما بنحاسب مواطن ما لم الجيش يصلك. وصلناك لقيناك متعاون بنوديك لله، امك متعاونه بنوديها لله، ابوك ذاته متعاون بنوديها لله. انت ومركتك وصاحبك واختك واخوك الا اخوك الصغير ما متعاون، كلكم حتمشي لله. احنا الحاجه دي حتكون حاصله لانه انتوا لما جيتوا دخلتوا بيوت المواطنين، جبتوا الدعامه وارشدتوا الدعامه، ما كان بيعرفوا المواطنين ولا بيعرفوا المغتربين ولا بيعرفوا المرسي راجل ماف ولا بيعرفوا الضابط الكبير ولا بيعرفوا الود الضابط الطيار ابوه راجل كبير، وما كانوا عارفين. انتوا اللي وصفتوا لهم. احنا المره دي حنعمل نفس الحكايه دي. احنا السودان ده ما حينضف بوجودكم. احنا ما حنقول للحته دي ارجعوا المواطنين ما دام يكون في شنو، في دعامه او متعاونين او محزبين او دار بتاعت حزب، ما حيحصل الكلام ده. انتوا احنا حننظفها انت منكم. الان في 3 شهور اللي فاتت قدوا لنا الشغل طبعا الناس الحكومه دي. احنا كنا دايرين قانون طوارئ وطوارئ نشتغل برا نجيبكم، قاموا قدوا لنا الشغل بامر الطوارئ في الولايات، طبعا برضه تنفيذ لتوجيهاتنا الساميه. حلوكم في الولايات لكن ادتكم فرصه تهربوا. حسي 3 شهور احنا مرتاحين، لا قاعدين نسمع بيان من وين ولا بيان من وين، ولا قاعدين نسمع والله في غاحاتي في سوق القضارف طلع موكب ولا طلع بتاع. الراجل فيكم اللي يميد راسه بيلقى راسه مف بس. 3 شهور السودان هاني، ما في فوضى ما في ازعاج، جيشنا بيتحرك وبيتراجع. الله الجيش ده اقسم بالله في حتات الدقه فيها دقه الجن ينسحب عديل. لكن تاني الشمارات دي كان بيطلعها منه ناس خليفه دنقر وبتاع، ما في جواسيس في الميدان. انتصارات بل بس والله كاك اخضر وحياة الله شفناه لك صرفه تاتشيرات دي ما تديك الدرب. الشغل ده تم والامور مرقت، والنموذج اللي بيغير المعادله كانت اذاعه جمهوريه السودان، وحتى عندها ما تعني في الشعب السوداني. والدعم السريع لا يستطيع انه يعيده. ليه لا يستطيع انه يعيده؟ لانه الدعم السريع احنا لما قلنا بنرجع نياله والاذاعه كنا بنخاطب في شعب السودان، بنقول الشعب ده بيطلع مستنفرين ومقاومه شعبيه حترجع الضعين. بنقول الشعب ده لما سقطت الجزيره بيطلع مقاومه شعبيه ومستنفرين حيرجع الجزيره. الدعم السريع حيتخاطب منه عشان يرجع الاذاعه. مدار مرتزقه بالقروش يجي يموت عشان شنو؟ الثبات اللي قدمه الشعب السوداني في ظل غمضه العالم عينه، والثبات المقدمينه في حاله الاستهداف دي، ده خلاص تنافس اللي بيقدر علينا. فما تسمع الفوضى الكثيره دي. في 4 5 مفاجآت جايه ان شاء الله حتغير المعادله وتطمن الناس اكثر باذن الله. احنا ما دارين حيطمنا اصلا غير البلده، ما في ولا كان ما في بل مطمنين. سوق ده جا قال لك دكان، لا دكان شنو؟ ده عمود بتاع دكان مظله برا، المرجات ماشيه بتفتش بس في الذهب في الفضه في البتاع. قام داير يهزروا معاه 2 يهود، بهزروا مع منو؟ مع مرة مسلمة ربط لها الفستان بتاعها والعباية في طرف العمود بتاع الخيمة، قالت ومحمدة، نقطة عربي انتهى. قالت منو؟ ومحمدة، عديل ومحمدة. خلاص قالوا نزل ما بقعدوا معانا هنا. وصلوا الكلام قبل ما أي حاجة. ما الرجالة أخذ الموضوع جذريا، لا قال نفاوض
ولا قال الناس دي عندهم ناس عاقلين، ولا الناس دي عندهم حاجة كويسين، ولا اليهود دي قاسمونا التمر والحصون، ولا الناس دي أخذوا معانا وإحنا أصحاب كتاب. لا، العملية اللي عملتها دي اسمها تجاوز. التجاوز ده اللي انت عملته ده، تخطيت أعراض المسلمين ديل، معناه انت عارف انه ما في راجل بيتصدى لك. ده كلامك كده. انت لما تخطف مرة توديها لي الاذاعه، ولا توديها لي سجن سوبا، ولا تخط، انت عارف انه ما في راجل بيتصدى لك. وبعد ده كله بتجي تفاوضني بيهم، وانت عارف ان احنا ما في راجل حيقول لك لا للتفاوض، لانه انت ضامن الحد. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الموضوع ده جذريا، قال الناس اللي ما بيقعدوا هنا. احنا هسه قلنا الدعم السريع العمل الحاجه دي ما بيقعد هنا. دار تجيبوا لي قحط، دار تجيبوا لي فصل سابع، زول ده ما بيقعد معانا هنا. العمليه الاولى دي وتجرأ وكسر القواعد دي ووصل لي رساله انه ما في راجل بيحمي عرضي هنا في البلد دي، ونساءكم ديل سبيات في يدنا. الزول ده ما بجالسني فيها. السودان ده ما بقعد فيه دعامي ثاني. احنا ما بنقول الكلام ده لقحط، انا ما بقول الكلام ده لناشطون عشان يطلعوا يردوا علي. احنا بنقول الدايرين وبنسويه. احنا قلنا الناس اللي ما بيقعدوا. طيب يا صرفه، ما توصل لنا الفكره، فكرتك بالنسبه لك انت، انا فكرتك ما تصلني، ما دار اسمعها. احنا كلامنا واضح. اللي عنده قول فوق قولنا اللي ينزل يقوله في الشارع ده، واللي عنده جيش غير جيشنا اللي ينزل بالشارع ده. العربي ده واضح يا اخواننا، الكلام ده واضح. احنا يا اخواننا اي زول مخالفنا في الراي بنقول له انزل الشارع، واذا انت ما وصلتنا احنا حنصلك. الناس اللي بيفتكروا انه البلد دي حتكون قاعده ما محصنه، البلد دي قاعده اي زول يتكلم وتفاصح فيها، احنا بنطمنكم. الما وصلنا بنصله. الليله تكلمنا عن نموذج الاذاعه، وتكلمنا عن اهميه الاذاعه، وانه قالوا لنا والله الاذاعه دي يا اخي رغم اهميتها البسيطه عباره عن دكان بتفهوا فيه قيم الشعب السوداني. ما انت لو ما شايفها دكان ما كان سلمتها ووقفت مع العدو ومضيت معه. انتوا شايفينها فعلا دكان، انتوا شايفينها فعلا دكان. في خلافات تدب الخلافات الان داخل قوى الحريه والتغيير بسبب الاذاعه دي. الناس اللي عندهم وزنه سياسيه ممكن، الناس المجندين بتعرفون بالقروش ده ما بناقشوا. ده اللي بيجي بيقول لك يا اخي جيش الفلول فرحان بالاذاعه، شوف الاغبياء فرحانين، ده مدفوع له قروش، ده ما بناقشك، ده ما صاحب فكره. وده لو انت سمعته او قريته كغاحاتي، انت ربنا سبحانه وتعالى المفروض يطبلك في جهنم، يعني واقف على دينك بس. يعني انت ما يكلموك ذات، بيدخلوك النار بس بدون حساب. القحات اللي بيناقشك بيجي بيقول لك والله احنا الجيش ده احترضنا عليه تاريخه وسياسته، اقبل منه اللي ساعه دي 1 2 3، اداك كلام خد معاك كده حلو. لكن اللي بيجي بيقول لك كل ساعه دي تحت الفلول دي وكلها دكان، يعني على فرحانين مكبرينها كيف؟ انا اوريك مكبرينها كيف يا حمار يا داير سري. واحد قال لي يا اخي اللي زي دي انتوا عاملينها زي معركه بغداد. طبعا احنا ما عندنا معركه بغداد. نعم احنا ما عندنا معركه بغداد، نافخينها هي نافخينها، ومكبرينها هي مكبرينها. ما بتسوى هي، لكن لا بتسوى، بس هنا بيحصل الفرق. بتسوى المعركة دي بتاعت الإذاعة فيها مقرات قيادة درمان. طيب الإذاعة دي وقت أصلا ما مهمة كده، الدعم السريع اللي ما رجعها، لأنه قوته اللي بيقدر يرجع بها الإذاعة ماتت، لأنه آلاف الأرتال من القوات المسلحة الدعامية اللي كانت في الإذاعة ماتت، وفي محيط الإذاعة ماتت. عشان كده ما قدروا يرجعوا الإذاعة. قاموا قال لنا الإذاعة دي إحنا ما بتجيها بوين؟ حتجي ترجعها، حترجعها كيف يا دعم سريع؟ انت دار تقلد كلامي اللي بيع، تقال روحك لما تقول كلام صرفه بس بالاتجاه الثاني حتخدمك، ما لانك حيوان. شرحت لك قبل كده اللي بيلعب شطرنج، انا ممكن العب زول في العالم، اشوفه بيعمل شنو بحاكيه. اول خطوه حرك الوزير خطه في النص كده بين اخدته، جاب الحصان بيجاي حخط الحصان، لكن حيغلبني في النهايه. ليه؟ لانه متقدم عليه بلعبه. احنا جينا قلنا والله لو من تسقط نياله احنا بنرجعها. ما تزعل يا جيش، ما تزعل يا شعب، بنرجعها. سقطت بعديها طوالي الجنينه قلنا بنرجعها، سقطت طوالي بعديها الضعين صرفه قلنا بنرجعها. جات الجزيره، هسه انتوا الثلاثه ديل ما رجعتوني يا صرفه، تيجي تقول لنا الجزيره بترجع؟ ايوه بترجع. غلبت الروم، ايوه بترجع. والاذاعه هسه دار ترجع الجزيره لما كنتوا بتتمسخروا فينا. قال لك الاذاعه ديل هم جيش الفلول ما قادرين يرجعوها، دار يرجعوا الجزيره. الكلام ده بدأ يرتبط وجدانيا بنقاط. الانتصار ده ما هو نقاط، الانتصار ده نقاط. النقطة بتاعت الإذاعة دي حارة، والله حارة، كدب عليك. وقلاع الدعم السريع، وتاني ما قدر يعمل حاجة. فيلم درمان دي ما قادر يعمل حاجة، وجيشنا محاصر في المهندسين وفي كرري، والخط مقطوع 10 شهور. الجيش والأسرة
بتاعين المواطنين عند الدعم السريع والعمل الخاص والمواطنين البرة كلهم بياكلوا كيلو بتاع بليلة بتوزع عليهم في مرر طيبة لطيفة بتمشي للدعامة بتحنسهم بتأكل الأسرى حقنا اللي عندهم من البليلة دي بالشيلة بتدبها العمل الخاص في أكبر وأهم الدفاعات. الواحد كلا شوفوا 4 طلق وطلقتين وما بري أخوه بقول له الحمد لله أخوك مجازف كلاشات تفتح الخزنة خلي الدعامة دي اللي يجوا واقسم بالله العظيم خزانهم ما فيها رصاصة وبقعدوا بقى أسابيع. المعركة اللي احنا كنا بنكون خد دي معركة كرامة خاض الشعب والجيش والمرة دي الشيل ده ذاته عشان الدعام يخليها توصل للجيش لازم تديهم أتاوة والمرة بتقبل والجيش عارف والمواطن عارف والدعم السريع عارف والأسرى عارفين وأنا عارف وأنت عارف أسي عرفته. احنا كنا بنخوض المعركة دي كده كبرت معركة الكرامة. الدعم السريع من البتر بتاعه كان بيحرك المراكب بين توتي وبين الإذاعة بيجيب الأسرى من الخرطوم بيحركهم بين توتي الإذاعة مال الإذاعة كرهتونا العيش ذاته. انجاز بالنسبه للاذاعه. ليه انجاز؟ لانه انتوا يا صرفه قلتوا معركه فاصله. نعم هي معركه فاصله بين الحق والباطل. اوريك انها هسه انت عرفت ناس الحق والباطل. السلام عليكم كيف اخباركم ان شاء الله طيبين. انسى الفات ده كله تعال بيجي. السلام عليكم اخ صلاح مناع كيف اخبارك ان شاء الله طيب. مواطن سوداني اسمه صلاح مناع يعترض على انه الجيش اعلن فرحته واعلن انه هو حرر الاذاعه. مواطن سوداني من حقه. انا مواطن سوداني شايف الموضوع ده انجاز وجيت اتكلم معه بعقليه. السلام عليكم يا صلاح مناع. صلاح مناع قال محايد. الدعم السريع قال انا دخلت الجزيره. صلاح مناع سكت. الدعم السريع استخدم المصانع كلها. صلاح مناع سكت. الجيش قال انا استرديت الاذاعه. الناس فرحوا ما الجيش الفرح. الجيش ما فرح. الجيش ما قاعد يزقطط في الشارع بتاع المقاتلين في الشارع فرحانين وماشيين. هسه احنا محاصرين بهناك الصالحه وداخلين بجاي في ناس مشوا كوبري شمبات والناس يقول لك صرفه رماة الحدق وجبل احد والناس ما تتفتن بالغنائم. شنو يا اخوانا ال 37 عربيه دي؟ احنا جيش يا اخوانا مؤسسه. احنا خدت لنا الرصه بتاعت عربات الصوره الاولى بتاعتهم 24 بكاسي ابو الكبينه. اقسم بالله انا شايف كده 125 بوكسي ودي لي كتيبه وفرقه انتم ما شفتوها قبل كده. ما حق الجيش. شنو يعني 37 تاتشر مكسرات الجيش يوقف شغله وانتصاراته؟ صرفه ما يغركم الانتصار يا اخي. الواحد مسك له ار بي جي حيوديها اكلها لاولاده. يعني الدعامه ديل في اللي زعت قال عندهم شنو ما شويه الذخيره وار بي جي وكورنيت. يعني شنو الواحد حيشيل الكورنيت ده لخطيبته؟ اسمع انا جبت له غنيمه من الاذاعه انا قال عن الكورنيت ده كيف؟ هتقول لي شنو؟ الكورنيت ده عليك الله. انا التيتك بتاعه ده كيف؟ بالاخضر. صرفه يا اخي الغنائم طبعا الناس ما حابب تهزنا يا اخوان. اطمئنوا احنا ثابتين كماما كما الجبال. انا بقرا بوستات كثيره يا صرف الناس الجيش شنو الفاضل غنيمه وما غنيمه. غنيمه دي احنا قاعدين ندقهم بها. الخلاف اللي حصل في اللي انتم شايفينه في الغنائم ده او الموضوع ده هاي لانه الوحدات اللي شاركت في العمليه كله زول داري عربيه نظيفه. ما نحن ما ممكن احنا دخلنا الاذاعه مسكت لي من ال 19 9 عربات انا ديل ناس الجيش مثلا. احنا الجيش يجونا اولاد الهيئه يقول لنا اخواننا يا اخي مشيلوا من ديل. احنا نقول لهم ندقهم بيهم في الصالحه. انا القى لي 9 عربات جاهزه افكها للهيئه ولا افكها لاولادي في الجيش. ده الخلاف اللي حصل هنا. جو اولاد الاحتياطي ناس ياسر قالوا احنا والله يا اخواننا خشينا بالمتحرك البيجاي وهو كروك ودارين عربات. عشان كده الناس طلعت الموضوع بتاع خلاف. لا ما في خلاف اصلا. ما في. احنا كل الموضوع ده حندق الدعم السريع بشنو؟ ده كل القصه. اطمئنوا يا اخواننا. والجيش ده عينه مليانه. ما البيوت بتاعتنا قدامه والمؤسسات قدامه والحاجات اللي بيغنموها من الدعم السريع. الجيش اللي بيقعد 3 4 اسابيع بياكل دقيق بس ومويه وملح وجبه واحده من قيادته لحد اصغر زول وفي اكبر الدفاعات. ما هو شايف الذهب يا هو ده قدامه وقاعدين يغنموا من هسه امبارح مغنمين من الجماعه دي حاجاتكم. مغنمين منهم ذهبكم وكلمكم ويز ده قال لكم حترجع الحاجات ذهب المواطنين شايلين فيها دولارات وقروش وجايبين معاهم نسوانهم في الاذاعه قاعدين ساكنين عديل ساكنين في شنو غرفه الربط. واحد جايب حبيبته قاعدين في اوضه الربط ذاتها. ومن الاستوديو استاذ درمان ننقل لكم الان ارجع الى الاستوديوهات الرئيسيه ونشرت الساعه 3. الحته دي قاعد فيها دعامي معه سمرجحه قسما بالله جايب لي سمرجحه. شغل مختلف هذا. فالجيش الحمد لله متمكن ثابت ماشي. الاذاعه دي يجي زول محايد يقول لي يا اخي انتوا فرحانين بيها بتنبسني ليه انت وقت محايد؟ انا دار صلاح مناع رد علينا امس قال انتوا حررتوا دكان. انا ما دار ارد عليك انه دكان ولا كنتين. وانت لو ابوك جا ماشي معاك
حاضر قدمك لحد بوابه السودان، انت ما بتخشها. نحرر اذاعه، نحرر دكان، ده حاجه ما بتخصك ولا بتخص ميتينك. وحرد لك من الواقع، انت ردي لك يا مناع من الواقع. وانا ما شغال بنائب عام ولا شغال بوزاره العدل ولا حكومه ولا شغال باوضاع سياسيه، انا حرد عليكم من الواقع تاني يا قحاته. والله العظيم انتظروا هسه دي حتشوفوا الحاجه دي. بس الجرسه ما تابوها، الجرسه ما عندها ذاته ما ضامن نسمعكم بها. صلاح مناع جا قال لنا يا اخي فرحانين ليه ما نفرح؟ انت ما بذل محايد بتنبذ الانجاز حقنا ليه يا صلاح مناع؟ انت يا صلاح مناع نسيت المؤتمرات الصحفيه بتاعت لجنه التمكين لما تجيبوا القطع من 33 مربع واحد الى القطع 33 مربع 15 كانت سبحان الله كلها باسم مرة. مشينا الورق لقينا المرة دي اصلا هي مخططات طالعه بايعاها من سنه 95. يا وجدي صالح ما تضيع الزمن والمجهود واحساس الناس. جيت المؤتمر اللي بعديه انت يا صلاح مناع ومعاك محمد الفكي وطه عثمان الحسين. طه عثمان ما طه عثمان الحسين، طه عثمان اتكلمت عن حساب البشير ابو 20 مليون دولار كده، ورينا هسه انجازك فيه شنو؟ جبنا الورق بتاع البشير وحسابه ورينا عملت بيه شنو؟ تفضل. صرفتها على منو؟ يا اخي القروش اللي شلتها دي كلها دولار ما رجعته. اتحدتك وزيره ماليه اسمها هبه مره قالت لك الراجل تعال هبشني، طلعت ورقه قلت احنا هبه دي احنا هنحاصرها وهنحتغلها وهنفعل لها. قالت لك انت كالراجل يا صلاح، قلت الوقت ذاك هيئه كنت لجنه التمكين، قالت لك انت كالراجل ومنع ابوك راجل تعال هبشني. حصل ولا ما حصل؟ هبه قالت لك كده ليه؟ لانه انت ما سلمتها قروش يا لص. انجازاتكم هسه الجيش عمره 100 سنه، انت ادوك لها الحاجه مشيت وقفت العربات في مدينه الطفل، موقف لك 1336 عربيه في مدينه الطفل، 260 لاند كروزر من 21 و20 مواقفه هنا وزاره الماليه لما انباظت شلعتوها بعتوها. انت انجزت شنو؟ انت صلاح مناع الله خلقك كده كراجل قدام اولاد تقدر تتكلم. انت انجازك الوحيد ما هي مؤسسه المؤمن دي اللي بتبيع العفش لجهاز الامن، ده بتقدر تتفاصح انت؟ هسه كده ورينا انجازك، تفضل كده جيب لنا انجازات حمدك الخفيه والمرئيه والغير مرئيه جيب لنا اكتبوا لي انجازات حمدوك. في ناس بيطلعوا بيقول لك اسمع انجازات الحكومه الانتقاليه في فتره واحده قدرنا نرفع اسم السودان من قائمه الحظر، ادينا ما يثبت، ما دار يجيبه. احنا سلمنا ودفعنا القروش بتاعت البارجه 330 مليون دولار ورفعنا اسم السودان من قائمه الارهاب، ادينا الايصال اللي دفعت به والقروش خليك من الانجاز. احنا رفعنا لكم نسيمكم ما درت ما رفعت اي حاجه، انت ما بتقدر ترفع. انت قحاته ما بتقدر ترفع، انت قاعد تترفع بس تترفع في الامم، تترفع فوق كده تشوف من فوق التله انت، لكن ما بتقدر ترفع حاجه. الله ما اداك الخاصيه دي. الموضوع ده لا انت هتقعد يعني زي احنا بنتكلم عن الواقع. الواقع مثلا تيجي تكون قاعد مع زول كده السلام عليكم كيف اخبارك، في سامع صوت كركبه كده والله في الاوضه دي، اعتقد ده القطر خش الاوضه دي. بيبي خليك واقعي شويه، يعني كيف القطر يخش الاوضه؟ ممكن يكون كديس، لا الحاجه اللي بتكركب دي انا سامع صوت ده معناه نمر ليبيري مرقط خش الاوضه. بيبي احنا بنتكلم في الحلول، دايما بنمشي في المقترحات بتاعت الحلول نلتزم بالواقعيه. كيف قطر يخش الاوضه؟ طب كيف نمر؟ يجي القحاط يقول لك احنا رفعنا، انت ما بتقدر ترفع اسم السودان من حته، انت اللي مشيت وديت اسم السودان القائمه بتاعت الارهاب، انت اللي مشيت وشهدتوا على السودان وعلى القوات المسلحه، انت ما بتقدر ترفع الاسم ده، فما انت كنت تعمل لي شويتين بتوعك ديل، لكن احنا عملناها يا صرفه. جيب ما يثبت، الله ده ما عزيز في السماء. وين الايصال اللي دفعتوا به 330 مليون دولار يا وزير العدل؟ حمدوك مش دفعها، ايوه رفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. انا ما سالته رفعونا ولا ما رفعونا، انا سالت الايصال وينه؟ البثبت شنو؟ انه وزير العدل دفع القروش، ده كان خلافي مع لجنه التمكين، اول خلاف قلت لنا ادوني ورقه بس انه وزير العدل دفع القروش، عشان بعدين لانه وزير العدل ده لو مشى الله اشيل الايصال ده اول حاجه اوديه للامريكان، لو جو قالوا لي بنرجعك القائمه اقول لهم دفعنا القروش. الحاجه الثانيه انا ما بثق في ذمه حمدوك ولا بثق في ذمه وزير العدل، ده سكرجي ساي ما بثق فيهم، الاثنين سكرجيه، انا ما بثق فيهم يكون دفعوا القروش، انا داير اشوفها، لانه الدولار كان عامل 85 جنيه، حمدوك والصعلوك بتاعه ده وزير العدل لموا 330 مليون دولار من السوق وصلوا 360 جنيه، وبعد ده كله ما دفعوا القروش وما رفعنا القائمه. قال له انجازاتكم بتاع الجيش عمره 100 سنه، ال 100 سنه دي احنا بنضمن لك حاجه، انه انت يا صلاح مناع كراعك ما بتخطها في اللزاع. المتر اللي حررناه بتاع الدكان حق اللزاع ده ما بيخط فيه تاني، ده عامي كراعه. مريم الصادق ده مش بيتهم هنا في الملازمين جينا خطوتين، ما بتخط كراعه في اللزاع. مريم لن تخطو ولن تمشي داخل اذاعه درمان. لك تحية سرفة، كلام جميل جدا.
زي ما قلت بعد ده أي متعاون بالراسك. انتوا أذيتوا ناس كتار وأذيتوا ناس بريئين ما عندهم أي ذنب، واحد يكون ذنب بس إنه ولده حد ضابط وكلام زي أرشدتوا الجنجويد ديل. في ناس معاشين ما عندهم أي ذنب برضه انتوا أرشدتوهم والجنجويد ديل فوت يتغلوهم وشالوا أسرهم وشالوا بناتهم. لكن بعد ده جاء وقت إنه تطفى تمامكم. أي زول متعاون مع القحط أو قحات، أي زول منظم تابع لحرية التغيير، أي زول سياسي بس عامل نقدة، أنت تتبلى بس بالراسك ساي. الجيش بعد الجيش كرب ورفع شعاره هجوم بس أي مكان أنت جنجويد قاعد فيه أنت ما آمن. وإذاعة التلفزيون دي ماركة فاصلة، ودي خلى جنجويد كلهم إنهم يكوروا في جروباتهم إنه خلاص يا اخوان اذا خسرنا ام درمان انتم ما في داعي تقعدوا في الجزيره ما له معنى وكلام كثير. بعد ده جيش بتعرضنا وبكل شيء، والقهات ديل شالين مودو بالتراسره ده عاملين دجه من ديل. بعد ده كل شيء ما بيهلكم، بل بس